دلوقتي هنشوف مع بعض مثال أنا باعتبره من أقوى الأمثلة اللي هتتشرح في السلسلة ديّة، لإنه تقريبًا زي ما بيقول كده إحنا عملنا فيه كل الtricks اللي موجودة في الكتب، أنت فتحت الكتاب بقى شُفت كل خدعة ممكن تفيدك إيه وعملتها. هنشرح بس حابب أقول لكم طبعًا على التركيز الأكتر هيكون على إيه، دي حاجة بتتعمل في Studio One إن أنت تعرف تحط plugin على waveform ذات نفسها من غير ما يأثّر على الwaveform اللي بعدها. في برامج تانية بتعمل ده عن طريق إن أنت تحط الplugin هنا وتعمل automation يفتح مثلًا هنا ويقفل هنا وهكذا. لكنها في Studio One اللي بتعمله إنك بتجيب الإفكت بتاعك وبتدوس Alt وبتسحبه تحطه مثلًا هنا على الصوت، ما تسحبوش تحطه في الinsert وبعدها بينزل هنا، تقدر طول الوقت كمان تعدل فيه. فالنُص الأول من الtrack لغاية هنا مثلًا كده، كل ده متصلّح، معمول له matching EQ. الmatching EQ مش إن أنا باقول للصوت ده خلّي ده زي ده، لأ ده matching EQ معمول سماعي، لإن الحالة بتاعتنا ده مش مطرب، ده حد عامل أغنية لفرحه ومسجل برّه، فعمّال يتحرك قدّام المايك يقرّب ويبعد، يقرّب ويبعد وهكذا وشوية يمين وشوية شمال، فكل شوية التكات صوتها بيختلف. إحنا هنسمع شوية ممكن يكونوا طوال حبّة، بس خُد بالك لغاية لمّا نوصل لهنا كل التكات دي كده دول ما اتصلّحوش. هتلاقي إن وأنت بتسمع الأجزاء ديّة كلّها هيبدأ تحس إن في فرق الtakes باين، فرق البانشات باين. قبل كده هتحس إن الموضوع كلّه كإنه ماشي مَيّة واحدة على قد ما أنا قدرت أعمله. فأنا هاشرح لكم الmix العادي اللي يتعمل، وهاشرح لكم الtrick بتاعة إن أنت إزاي تmatch تكات ببعضها ديّة وتركّز على إيه وأنت بتسمع. تعالَ الأول نسمع جزء من الtrack بتاعنا. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. كفاية عليا اشوفك بوجودك بتنور حياتي، انت فرحة عمري يا كل اللي بتمناه. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. كفاية عليا اشوفك بوجودك بتنور حياتي، انت فرحة عمري يا كل اللي بتمناه. كل حاجة فيكي جميلة، ضحكتك عليكي، كل حاجة فيكي بتاخد قلبي ليه. مهما لقوش العيب في الورد وشككوا فيه، أنا يومي من غيرك ملوش طعم ولا حياة. بشتاقليكي في كل لحظة وبتمنى أشوفك موجود دايما في دارك وليكي سندك. أصغر تفصيلة فيكي بتفكرني أنا ليه حبيت. فاكر كل مرة قلتيلي بحبك، بشتاقليكي في كل لحظة وبتمنى أشوفك موجود دايما في دارك وليكي سندك. شُفتوا؟ من أول ما وصلنا لل3 تكات دُولة بان إن كل واحد كإنه متسجل لوحده، وبان عدم ثبات العوامل بتاعة التسجيل لمّا كانوا قدّام المايك، فبالتالي الgain بيتغيّر والحركة يمين وشمال، فبتغيّر الoff axis بتاعتنا. تعالَ نبدأ في الmix العادي بتاعنا، وبعدها نشوف الmatching دوّة بيتعمل إزاي وإيه الحاجات اللي تركّزوا عليها. أول حاجة أنا قسّمت الvocal دوّة لقرار، عشان هو فيه جُمل اللحن بينزل فيها بيبقى فيها كتير، بيبقى فيها low كتير، فكانت الجُمل دي كلّها موجودة على الtrack ده والtrack ده. ليه الtrack ده نزل لوحده؟ لإنه فيه low أكتر، فهتلاقوا الحاجات اللي بتنقّص الlow بقت محطوطة عليه أكتر. وقسّمت الvocal اللي فوق ل3 تراكات على حسب ما أنا سامع كل واحد فيهم الكاركتر شكله عامل إزاي. الprocess اللي عليهم متشابهة جدًا لبعضها، بس الحاجات اللي جوّه بتحصل مختلفة، وبزيادة إن الحاجات اللي هي فيها القرار ديّة عليها إيه، الtick الأخير دوّة عليه multi band compression. تعالوا نسمع الvocal بتاعنا raw بدون الplugin، وبعدها نفتح الplugin وأقول لكم إيه الحاجات اللي أنا حطيتها وحطيتها ليه. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. إحنا كده سمعناه raw بس مع وجود الEQ اللي هو بيعمل match ما بين الtick ده والtick ده، فأنا دلوقتي هاقفل الEQ اللي هو بيعمل match بيقرّب الشخصيات بينهم وبين بعض، وهنرجع نسمعه تاني. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها،
ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. طيب دور الإيكيو دوت زي ما انتوا شفتوا إن كل واحد سيطرت فيه على اللو بشكل مختلف عن التاني. يعني احنا لو جينا على أول ويف فورم معمول فيها كده عند 55 كان في زي هم كده في الروم، نزلت 11 دي بي حوالين 140، نزلت دايناميك حوالي 4.5 تقريبا دي بي. طيب والتانية عملت فيها ايه؟ التانية اللي انا عملته فيها ان نزلت برضو حوالي 11، وهنا نزلت كام برضو نفس الدرجة، يعني ما غيرتش فيها حاجة، بس في الغالب اللي انا غيرته الكيو او البوزيشن شوية اتغير ما بين دي وما بين دي. فكده لما نرجع نسمع التكين دول التاني هنلاقيهم بقى الكاركتر بتاعهم قريب لبعض كبداية. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. طيب يجي بعد كده بقى الميكس اللي هو محطوط على التراك دوت، وهتلاقوه هو اللي موجود هنا، بزيادة ان القرار اللي تحت محطوط عليه مالتي باند كومبريشن. اول حاجة حطيتها انا قررت ان الميكس دوت اعمله شويه بستايل شبه كريس لورد الجي، فهو بيمكسج على اس اس ال، فقررت ان انا استخدم ساتوريشن بتاع اس اس ال عشان اخد منه الكلر بتاعه. فتعالوا نسمع التاثير بتاع الساتوريشن قبل وبعد. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي. ممكن يكون في فرق ليفل بتاع 1 دي بي، بس انا ما عملتش كومبنسيت لان انا كنت بمكسج بسرعه. بعد كده بيجي عندنا كونسول 1. كونسول 1 اللي اتعمل فيه كالاتي، خلونا نصغر الشاشه سنه صغيره ونجيبها قدامنا كده. اتعمل فلتر لغايه 80، واتعمل لو شيلف من عند 360 لغايه قبل كده نزلنا مثلا حوالي 1 دي بي، وحوالين 5000 رفعت 2 دي بي، وعند 16000 رفعت شيلف معمول 5 دي بي. كده يبقى مفيش كونسول 1، كده يبقى في كونسول 1. وركزوا على كلمة باي باس اللي هنا. والدنيا ملكتها. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. بقى مور بريزنس شوية والصوت بقى مفتوح أكتر. بعد كده بيجي عندنا كومبريشن، أسيب الأتاك مفتوح عشان مش عاوز أضيع الترانزينت اللي موجودة في الفوكال. وتعالوا نشوف الكومبريشن دوت بيشتغل قد إيه ونسمع قبله وبعد. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. بدأت الحروف توضح أكتر وبقى ليها اتيتيود. بعد كده حطيت ديسر عشان أي حاجة ليها علاقة بالسين أو الشين تبقى مزعجة، يبدأ الديسر يلمها عندنا، عشان احنا قبل كده في الإكيو اللي فات زودنا الهاي ميد وزودنا الهاي كتير. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. يعني الجملة دي يعتبر ما فيهاش حاجة غير حرف الشين، فهو اشتغل عليه بالأبيض، يعني ما ضغطوش قوي كمان. بعد كده في سوس، والسوس ده كان هدفه ان هو يسيطر على المنطقة دي، لان شوية سامع صوت شوية كده، والمنطقة دي برضو ستيل اللي فيها بيلد اب. كده يبقى من غير السوس، كده يبقى بالسوس. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. الفوكالات بقى كلها رايحة على باص، والباص ده معمول عليه بروسيس. اول حاجة كان في كونسول 1، عملت فلتر تاني اديشنال لان حسيت ان في بعض الحروف لسه بيحصل فيها بلوسيف، وده حاجة مش هنحسها قوي يعني دلوقتي.
الجولفوس كان في محاولة إن أنا أسيطر على المنطقة دي، إن أنا آخد منها وأزود على حسب التغيير اللي بيحصل فيها بين التكات وبين بعضها، بس نتيجته ما عجبتنيش. بس تعالوا برضو اسمعوا النتيجة بتاعته قبل وبعد. أول حاجة هو كان فض الصوت، يعني بدأت أحس إن الصوت البادي بتاعه راح، فزودت الزرار بتاع البوست بتاع اللو، فلما رجعت أقفل وأفتح كتير مع المزيكا ما عجبتنيش النتيجة. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. ما عجبنيش ليه؟ لأن أنا حسيت إن الصوت بقى مش ناتشورال، أو حسيت إن في كومبريس ظهر عندنا. فقررت إن أنا أشوف إيه الترددات اللي مضايقاني في نفس المنطقة أو حوالين المنطقة اللي أنا كنت عاوزه يشتغل عليها، ووطيتها. بس الكيوز بتاعتنا ضيقة إلى حد ما، يعني مش ضيقة قوي. وسيطرت على اللو تاني دايناميك، والحتة دي اللي هي بيحصل فيها صوت الأنف قللتها شوية. فأنا هسمعكم قبل وبعد، وهسمعكم سولو المناطق دي إيه المحتويات بتاعتها. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. والدنيا حبيبي حبيبي ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. واحنا نتفرج على الفوكال هنلاقي ان في ترددات بطبيعتها ضعيفة او مش موجودة في المايك، او الروم عملت لها سك اوت خلتها مش موجودة. فالترددات ديت جيت هنا بسبيكتر وقمت مزودها علشان يبقى الصوت بالانس، وعشان كمان تبقى الحروف واضحة عندنا اكتر. تعالوا نسمع قبل وبعد. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. نفس بقى البروسيس اللي انتوا شفتوها ديت هتتكرر على التراكات اللي فوق، بس اللي هتغير الاكيو اللي بيتحط على كل قطعة او على كل حتة ويف فورم عندنا. تعالوا نشوف الديلي ونشوف الريفيرب. الريفيرب بتاعنا انا استخدمت من يو اي دي ليكسيكون 480، وظبطت السينك بتاعه ان هو يبقى ماشي على التيمبو عندنا 2.7 والبري ديلي 64. تعالوا نسمع الريفيرب دوت قبل وبعد. بس الاول في كيو قلل المنطقة دي، لأن زي ما انتم شايفين السورس ذات نفسه فيه مشاكل، فمش عاوز الريفيرب يسمع المنطقة دي كتير ويبقى بيعيدها هي يعني. وبعد كده في انهانسر من شركة بلجن اليانس، زود الويدث، زود العمق بتاع الريفيرب. طب اسمع الريفيرب بالشكل العادي، وبعدها نفتح التو بروسيس اللي انا قلت لكم عليهم دولت. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. عايزكم تركزوا ان الريفيرب من غير فلتريشن كان مشارك في ان يحصل مد، لان الريفيربات برضو بيكون ليها كاركتر وبتأثر على الاكيو. اسمعوا كده من غير الاكيو هتلاقي موجودة، تحس ان هي في الفوكال الاصلي، بس احنا في الفوكال قلناه. لما سيبنا الريفيرب على وضعه كده كانت رجعت تبان ومش حلوة، يعني لازم تتنضف عشان تاخد الصوت كلير اكتر. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها. هشغل بقى وشوفوا ايه اللي هيحصل للريفيرب. يعني الريفيرب كانت هتحس ان هو ايه، في وول، في حيطه محطوطه ليه، والحيطه دي موقفاه عند حد معين. بعد ما افتح الاس بي ال موفر بتحس ان الريفيرب عدى الحيطه دي، او ان الحيطه دي اتكسرت والريفيرب خد دبث اكتر. حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها، ماليش غيرك حبيبي والدنيا ملكتها. هو شيء
subtle أوي، يعني شيء ما هواش فرق الليل من النهار، بس ادّانا صوت أحسن مع الmusic وخلّى الvocal يبقى إيه glued كده وفي depth في الصوت عندنا. تعالَ نسمع بقى اللي جاية دي مع المزيكا ماشي، وأبصّصكم كده بصّة على إيه اللي معمول هنا. هنا قلّلت الlow mid بس لوحدها، عملت low shelf عشان حسّيت إن low كتير، بس لمّا قطعتها لقيت الصوت فِضي، وقلّلت الlow mid تاني وقلّلت الحتّة دي عشان كان باين فيها room في الحتّة دي أكتر، ودي بتحصل نتيجة الحركة قدّام المايك. وبعد كده قلّلت هنا 8 dB وقلّلت شوية هنا، وفي الحتّة دي يعني في الwave form التالتة بدأت ال3K اللي هو الصوت بتاع الأنف يضايقني أكتر، فقلّلتها شوية. هنسمع دوّة مع المزيكا، نبُص بصّة هنا الأول saturation نفس الكمية، الEQ نفس الكمية ما فيش أي تغيير، الcompressor برضه هو، بس اللي حصل في الcompressor إن أنا غيّرت شوية الinput والoutput عشان آخُد كمية compress مختلفة عن اللي كانت موجودة على القرار عندنا. الDSR زي ما هو ما اتلمسش، الSUS موجود برضه زي ما هو 60 بيسيطر على المنطقة دي وبيسيطر على المنطقة دي. تعالوا نسمع وبعدها أورّيكم الdelay أنا عامل فيه إيه. كفاية عليا اشوفك بوجودك بتنور حياتي، انت فرحة عمري يا كل اللي بتمناه، حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها. كفاية عليا اشوفك بوجودك بتنور حياتي، انت فرحة عمري يا كل اللي بتمناه، حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها. بعد كده إحنا عندنا حاجة اسمها white delay دوّة عملته 1/8 واستخدمت echo boy وبعدين فرقتهم وعملت ما بينهم فرق يعتبر 20 مللي سكند، يعني ده 352 وده 373 أو 72 مش فارقة يعني، بس عشان يبقى في فرق بين الناحية اليمين والشمال. هاشغّل وأنتم بتسمعوا أزوّد المستوى بتاعه وبعدين هارجّعه تاني زي ما كان. كفاية عليا اشوفك بوجودك بتنور حياتي، انت فرحة عمري يا كل اللي بتمناه، حبيبي ونور عينيا والدنيا كلها. اللي مكمّل ده بقى اللي أنتم ممكن تكونوا مش سامعينه أوي بوضوح لكن حاسينه مع المزيكا، ده الlong delay. الlong delay استخدمت delay مختلف، عملته بينج بونج 1/4 واديت شوية feedback كده صغيرين وعملت له filter لغاية 200 لإن إحنا سامعين الvocal فيه مشاكل، فمش عايزين الdelay يبقى بيتأثّر بالجزئية دي. وأكتر جزئية هتلاقوا الdelay دوّة بيبان فيها لمّا يبدأ يحصل nerve في الغُنى أزيد، فهتبدأ تلاقي الdelay بياخد power وبيزيد عندنا تاني. تعالوا نسمعه وبعدها هارجع أقول لكم عملت إيه في الكورال اللي موجود تحت دوّة. كل حاجة فيكي بتاخد قلبي ليه، ما هو ملقوش العيب في الورد وشككوا فيه، أنا يومي من غيرك ملوش طعم ولا حياة. فهو هدفه إن هو إيه، يبان في الحاجات العالية ويكمّل الgaps ديّة لغاية قبل ما الغُنى الجديد دوّة يخُش. وأنا عملت كده هنا عن طريق إن أنا عملت automation على الdelay عندنا وعلى الreverb، شايفين؟ بيزيد أهو وبعدها يبدأ ينقص تاني. نفس الautomation بشكل مشابه بcurve يعني مشابه موجود على إيه، الreverb بتاعنا. الكورال بقى كل اللي اتعمل فيهم إن نفس الchain عندنا الsaturation وعندنا الconsole 1 واخد نفس الحاجات بنفس النسب، وعندنا الcompression وعندنا الدياسر وعندنا السوس، وكلهم راحوا على باص تاني. الباص عليه برضو كونسول 1 واخد فلتر وعندنا EQ، بس EQ هنا شوية كان أعنف على المنطقة بتاعة اللومد وده كان أكتر، بدل ما المشكلة جاية من صوت واحد جاية من مجموعة أصوات فبنضطر نشيل أزيد. كل حاجة فيكي جميلة ضحكتك عليكي، كل حاجة فيكي جميلة ضحكتك عليكي، كل حاجة فيكي جميلة ضحكتك عليكي، كل حاجة فيكي جميلة ضحكتك عليكي. بعد كده عندنا سبيكتر زي ما انتم شايفين واخد نفس الحاجات لان هو نفس المايك في نفس الروم، بس هنا اتحط كومبريسور تاني علشان لو تبصوا كده هتلاقوا البيكس مختلفة في مناطق مختلفة، فكنت بسمع ان الكورال كله على بعضه بيزيد كده في حتة، فكنت عاوز احكم الاوفرول بتاعهم. السي ال اي 76 البلو اللي عليهم حاكم التراكات الفردي، بس لما بيركبوا فوق بعض بليفلز مختلفة كنت بسمع
jump كده بتحصل في الفوكال. فتعالوا نسمع التأثير بتاعه قبل وبعد. كل حاجة فيكي جميلة، ضحكتك عينيكي. كل حاجة فيكي جميلة، ضحكتك عينيكي. يعني حوالي 1 dB، وهتلاقوني تقريبا في الجين حسيت ان الكورال عالي فقمت موطي منه تاني. كنت ممكن انزل من الفيدر هنا، بس عشان انا لسه ما عملتش الكورال اللي في الاخر، يعني ما راجعتش الليفل فاينلز بتاعته، فايه قررت ان انا اوطي من هنا. بس دي رحلتي مع الفوكال دوت، والرحله ديت بتبين لكم اهميه ان انت تفهم ليه في بعض المهندسين بيقسموا الفوكالز على تراكات مختلفة، عشان كل واحد فيهم بيعمل عليه بروسيس مختلفة عن التاني. لأن ساعات بيبقى احنا بنغني كده، ساعات بنزعق، ساعات بنبقى في النص، فلو حطيت بروسيس ثابتة عليهم كلهم ما بيطلعش أحسن نتيجة، بغض النظر عن إن بقى في مشاكل فيهم مختلفة عن بعضها ولا لأ. فدي جزئية كنت حابب أوضحها لكم، وكنت حابب أوريكم مثال عملي لإن أنت لو مكسشت الفوكال لوحده من غير ما تعمل زي الماتش كيو ما بين التكات وبعضها، ليه النتيجة ما بتبقاش كويسة. ودي حاجة كمان تنبهكم وتعلمكم أهمية ضرورة إنكم تركزوا مع الناس وهي بتسجل، تلتزم بالمسافة الصح قدام المايك، وما تحركوش يمين ولا شمال، ولا قربوا ولا ابعدوا من غير ما يكون في مبرر. سلام.